أهلا ومرحبا بكم معنا هنا في قمة الجولة 30 من بطولة الليغ 1 بطولة الدوري الفرنسي، هنا في حديقة الأمراء. باريس سان جيرمان متصدر بطولة الدوري برصيد 63 نقطة، يستقبل أولمبيك ليون هنا في قمة الأسبوع رقم 30 من بطولة الدوري الفرنسي. السيد جيروم بريسار يعلن عن ضربة البداية وسط أصوات جماهيرية عالية لجماهير فريق باريس سان جيرمان هنا، والتي تحتفل طبعا بوصول فريقها إلى 61 هدف. الفريق الذي استقبل أيضا 23 هدف ويعتبر الأول على يمين سافونوف. هنا هذه المحاولة، كرة ملعوبة عرضية خطيرة. البرازيل في المونديال القادم، كرة واصلة هنا مرة أخرى. سان جيرمان كالعادة سافونوف في حراسة المرمى، حكيمي على اليمين، لوكاس هرنانديز بأولمبيك ليون من خلال هذا الموسم. كرة في محاولة في انطلاقة، تمريرة بعد ذلك بينية، أندريك يضرب. يا الله يا الله على هذه البداية الرائعة، على هذه البداية القوية. إنه البرازيلي، إنه أندريك يتقدم لمصلحة أولمبيك ليون ليبدأ القمة، يفتتح القمة، يشعل القمة. 1-0 عثمان لمصلحة أولمبيك ليون. الضيف يتقدم، الضيف بدون